السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نعمل مع بعض الفطير المشلتت. انا هنا معايا كيلو ونص من الدقيق، حطيت عليه معلقة من النشا. المعلقة النشا ديت، لو الدقيق معاكي انت خايفة ما يبقاش فيه عرق حاجة من ديت، دي بتبقى ايه، آه، بتديله عرقش وتمسك معاكي العجين شوية وانت بتعجنيه يعني. ومعايا هنا معلقة من السكر على معلقة كده من معلقة صغيرة، معلقة من السكر كبيرة على معلقة صغيرة من الملح. انا هحطهم في طبق عشان انا عايزة ادوبهم الاول، ما احطهمش هنا على على الدقيق عشان ما يبقاش مخرز معايا ويقطع مني العجين. دي اهم حاجة، انك تدوبيه شوية. ومعايا هنا زي رتل كده من المية، طبعا انا مش هستخدمه كله، انا هستخدم منه ممكن كمية يعني، وهقول لكم انا خدت منه قد ايه على الكيلو ونص ده. انا هدوب ديت كويس، الملح كده مع السكر. طبعا في اللي على الدقيق، في انواع دقيق بتقبل ميه وفي انواع دقيق ما بتقبلش معاكي ميه كتير، فانا مش عارفه احدد لكم طبعا الميه دلوقتي غير لما اشوف الاول هياخد معايا قد ايه الدقيق ده. بسم الله، نبدا بقى هنزل كده بالسكر والملح اللي انا دوبته. الحركه دي تبقى كويسه معاكي عن ما تعمليها زي ما قلت لك تحطي الملح والسكر كده لوحده. انا هنزل بقى كده بشويه كده من الميه. بسم الله. انا بصي عايزاها عجينه، ولا تبقى ماسكه قوي ولا تبقى بتلزق في ايدي، يعني عجينه وسط كده. دي عجينه الفطير عشان تبقى معاكي حلو. طبعا انا هعجنها، هي طبعا لسه ما تعجنتش كويس، هتتعجن زي 10 دقايق او 7 دقايق متواصلين لحد ما تبقى القوام هنشوفه مع بعض في الاخر. بس طبعا عشان ما اطولش عليكم، خدت معايا زي 4 كوبايات ونص او ربع حسب انت نوع الدقيق اللي معاكي. هي خدت معايا 4 ونص، الكيلو ونص دقيق. ده قوام العجينه معانا. انا عايزاها بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، مش بتلزق معانا ولا قاسيه يعني، ناشفه قوي معاكي كده، قوامها حلو. انا هغطيها بكيسه واسيبها ربع ساعه بس ترتاح كده، وبعدين نقطعها بقى ونشوفوها. هي دي شكلها بعد ما سبتها ارتفعت معايا شويه. جبت صينيه كده دهنتها بالزيت او الرخامه عندك اي حاجه، وجبت زيت كده عشان ابدا اقرصها. انا هعملها مثلا كور صغيره كده، يعني قد الليمونه الكبيره دي، تبقى معاكي بالشكل ده. اهم حاجه توصلها الزيت عشان ما يلزقوش في بعض. ويعني مثلا هكور كميه كده صغيره بالشكل ده. انا هوريكم كذا طريقه، يعني انتي حابه تفرديه بكذا طريقه تفرديه. فانا هقرص الكميات دي، وهعمل برضو كده واحده كبيره عشان هفردها كده، وبرضو هعملها رول كده واوريها لكم برضو نعمل كذا شكل. دي الكميه اللي انا عملتها كده من الكيلو ونص، انا عملتهم كور صغيره وعملت كده كورتين كبار، هنعمل منهم يعني ده بطريقه وده بطريقه. دلوقتي اهم حاجه لو انت مثلا عامله كميه كبيره، الكميه اللي تشتغلي فيها ومثلا الصينيه تخلص، اهم حاجه تغطيها. انا هبدا دلوقتي اغطيهم كده، معايا كيسه تغطيهم بكيسه عشان وشهم ما يعملش طبقه قشره من فوق كده. انا هغطيهم واسيبهم يرتاحوا كمان 10 دقايق او ربع ساعه، كل ما يرتاحوا معاكي كل ما هيفردوا ويبقى احسن معاكي. فانا هسيبهم بقى يرتاحوا وبعدين نشتغل مع بعض بقى ونشوفه احنا بنفرده ان شاء الله. ده الفطير بعد ما خد راحته كده وارتفع معايا كويس. انا هنا معايا زيت عشان افرد بيه، وهنا معايا زي كوبايه من السمنه او كوبايه من الزبده اللي موجود عندك، على نص كوبايه من الزيت عشان اعمل بيها يعني وش الفطيره عشان تدي التوريقه بتاعته. هنشوفه مع بعض بقى واحنا شغالين. انا دهنت كده الرخامه دهنه كده كويسه، طبعا الرخامه مغسوله ومتعقمه كويس. انا دهنت كده دهنه حلوه كده من الزيت تحت، وهبدا بقى افرد الفطيره. ما شاء الله بتفرد معاكي، ارتاحت وخدت راحتها كويس، تفرد معايا حلو خالص. انا هبدا دي الفطيره اللي هي الكبيره، انا هبدا كده اكبرها خالص واوسعها عشان دي انا هعملها رول كده. يعني على فكره مش شرط تبقى خفيفه قوي، يعني يا دوبك تبقى معاكي حلو. بعد ما عملتها رول كده هقطعها بقى قطع. هي طبعا ديت خفيفه مش كبيره قوي، فانا هقطعها كده وهسيبها في جنب ترتفع كده على ما اكمل بقيه الكميه.
واهم حاجة وانت بتشتغلي على طول تغطي الفطير جنبك، عشان هو مش بياخد لو عامل هيعمل قشرة من على الوش وتبقى وحشة. انا جبت التانية الكبيرة برضو اللي انا كنت عاملاها دي، هعملها كده بطريقة برضو اللي هي بتبقى القديمة اللي هم كانوا بيعملوها مورقة كده. انا دهنت برضو دهنة كده من الزيت. اهم حاجة رخامتك، وبعدين ما شاء الله العجينة كويسة. انا دلوقتي جبت كرة من اللي هي الصغيرة اللي موجودة معايا، وحطيت زيت كده، وابدأ بقى ادهن كده رقة، احاول بس افردها على قد ما اقدر، وابدأ كده اطبقها. انا عاملاهم كور صغيرة، انتي حابة تكبري هجيب كمان كرة. ديت برضو سريعة مش بتاخد برضو معاكي وقت برضو، وهدهن كده. دي اخر طبقة في اللي هي الرول، هبدأ بقى اقفلها كده، وهسيبها بقى تحطيها في صينية او في كده وتسيبها بقى. وبعدين لما ترتفع شوية، انا خلصت كل الكمية اللي كانت موجودة معايا، عملت لي الكمية دي كمان 2، وانا هغطيهم واسيبهم يرتفعوا كمان بس 5 دقايق كده يرتفعوا، وبعدين بقى نبدأ نسويهم ان شاء الله. انا جبت الصينيه دهنتها شويه من السمنه كده، وهبدا بقى افرد معايا الفطير بعد ما ارتفع. انا هفردها بقى، انا مش هخفها قوي زياده عن اللزوم، عشان هو مش كبير قوي، فانا هستكفى بنفردها كده عشان يبقى معايا كويس، ما يبقاش ناشف معايا في الفرن. لو خفيتي الفطير قوي هينشف معاكي في الفرن. هعمل كمان واحده هفردها برضو زي التانية، وتدخل على فرن درجة حرارة 200 يكون عالي. يا لو شغلتي من فوق بس تابعي احسن يتحرق منك، وحاولي مثلا يعني تشغلي من تحت على ما ياخد لون، وتقومي مولعه الشوايه محمراه ومطلعه، بس ما تاخروش في الفرن قوي زياده عن اللزوم عشان ما ينشفش معاكي. انا هبدا بقى اخلص كل الكميه ونشوفوها ان شاء الله بعد ما تستوي. وده الفطير بعد ما استوى معايا، جميل خالص وريحته كمان جميله، وانا عاملاه بالسمنه البلدي والزبده، ومورق خالص من جوه. ازاي هو سخن انا مش عارفه امسكه، مورق خالص ما شاء الله عليه. بصوا انت يعني ما شاء الله الكميه دي عملت معايا زي 6 فطيرات كده وسط. لو انت حابه تبقى بتقللي الكميه شويه وتبقى الفطيره كبيره زي ما تحبي. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في وصفه جديده من مطبخ منى ابو طاجن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.